يا مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. مبدئيا كده لو عندك لفة جلاش تعالى اوريكي تعملي بيها حاجة بسرعة كده، مش هياخد منك 5 دقايق وانت واقفة. حلوة قوي وطالعة البقلاوة بقى مقرمشة كده وجميلة. لو انت بتحبي الجلاش مقرمش مش طري، الوصفة دي هتبقى حلوة قوي قوي ليكي. اول حاجة عندنا اللفة زي ما هي، ما تعمليش فيها اي حاجة. هقيس كده بصباعي عشان تطلع كلها ايه، الدوريات بتاعتي مقاس واحد بس كده زي ما انت شايفة، وبالسكينة الحامية كده ونقطعها عشان خاطر سهلة قوي ومش هتاخد منك 10 دقايق وانت واقفة. لو انت بتحبي يعني الجلاش بتاعك يطلع كده مقرمش كده وطعمه حلو قوي. كانت جميلة قوي. جبت صينية ضيقة كده شوية ورحت حطيت فيها معلقتين سمنة او زبدة زي ما انت عايزة، وهبتدي ارص فيهم حلقات الجلاش اللي احنا قطعناها سوا. بس حاولي ان انت ترصيها زيها، يعني ايه، تبقى داير ما يدور عشان تطلع معاكي بالشكل ده. عندي كوبايتين سمنة هنا، وهبتدي بقى اني اغرقها كلها بالسمنة. وما تخافيش، السمنة اللي هتطلع منها هنستعملها تاني وهنعمل بيها حاجات تانية كتيرة، يعني مش هتترمي. فما تقلقيش يعني من موضوع تغريق الجلاش بالسمنة. عندي هنا بقى العسل بتاع الشربات، هبتدي اني ازقيها كده هون، بس مش هغرقها قوي، يعني خدت معايا كوباية واحدة بس من الشربات عشان ما تبقاش مسكرة قوي. خصوصا ان انا حابة احط عليها قشطة زي ما انت شايفة كده، واحط عليها كمان عسل ابيض فهتبقى حلوة قوي قوي. العسل بتاعنا كوباية سكر، كوباية مية، نص ليمونة، ونحط لها كمان رشة كده من الفانيليا بتدي. انا متعودة في رمضان اني اعمل العسل واشيله على طول في التلاجة، لان الجلاش والكنافة والحاجات القطايف الحاجات دي بتحب العسل او الشربات بتاعها لازم يكون ساقع عشان يديك القرمشة وما تبقاش طرية. في حاجات بتحب الشربات سخن زي البسبوسة مثلا، لكن الحاجات اللي انا قلت عليها دي بتبقى عايزة الشربات بتاعنا يكون ساقع جدا في التلاجة. تمام كده بقى زينتها بأي حاجة عندي بعد ما حطيت عليها القشطة وحطيت عليها كده. زينتها بحاجات كده بسيطة عندي، ورحت حطيت عليها معلقتين من العسل الأبيض التقيل كده. هو بتدي طعم حلو قوي، مش بيخلي معاكي الجلاش يطرى ويطلع معاكي بالشكل ده. حلقات الجلاش اللي عملناها النهارده سهله قوي وبسيطه خالص، مش هتاخد معاكي وقت. لو انت عايزه تعملي حاجه بسرعه كده ويكون طعمها حلو وجديده، هتطلع معاكي حلوه قوي. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش بقى تشجعوني بكلامكم الحلو اللي انا بستناه، واللايك بتاعكم اللي طبعا بيخليني اكمل. كل ما بشوف كده لايكاتكم الحلوة بكمل وبقول لا يا بنتي سماحة شطري كده واعملي لهم فيديو تاني جديد. كل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم بالخير يا رب، وان شاء الله انزل لكم فيديو جديد، واستنوني مع سماح رجب.